السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيقولوا إن في ملفات بتتخزن وما ينفعش حد يفتحها. ملفات اتقفلت بالشمع الأحمر لأن اللي جواها ملوش تفسير، واللي هتسمعوه النهاردة هو واحد من أغرب الملفات السرية اللي اتكتبت. ويلا بينا نبتدي قصتنا. عنوان قصتنا الشقة اللي اختفت من العمارة. بداية الحكاية سنة 2009 في عمارة قديمة في حي هادي. كان كل السكان متفقين على حاجة غريبة، العمارة فيها 10 شقق بس، لكن الراجل اللي كان شغال حارس على العمارة لمدة 30 سنة كان دايما بيقول لا ده كانوا 11. الناس كانت تضحك عليه وتقول انه كبر وخرف، لكن بعد ما مات لقوا مفتاح قديم في اوضته مربوط عليه ورقة مكتوب فيها بخط مرعوش مفتاح شقة 11، محدش يفتح. بعد اسبوع واحد من السكان اسمه كريم حب يعرف الحقيقة، لف العمارة كلها مفيش باب رقم 11، لكن وهو نازل السلم بالليل لاحظ ان ما بين الدور الخامس والسادس في حيطة شكلها مختلف. خبط عليها، الصوت كان فاضي كأن وراها أوضة. تاني يوم جاب عامل وكسر جزء صغير من الحيطة، وفجأة ظهر باب حديد قديم متغطي بالتراب وعليه لوحة نحاس مكتوب فيها 11. أول ما حط المفتاح في الباب النور في العمارة كلها فصل، وسمع صوت واحدة ست بتضحك من جوه. الباب اتفتح لوحده. الشقة من جوه كانت نظيفة جدا كأن حد ساكن فيها من دقيقة. الساعة على الحيطة واقفة عند 2:17 دقيقة، وفي السفرة كان في 6 أطباق أكل، لكن الكراسي فاضية. كريم نادى في حد؟ جاله رد احنا مستنيين السابع. بص حواليه مفيش حد، لكن فجأة كل الكراسي اتحركت لوحدها والطبق السابع ظهر على الترابيزة. جري ناحية الباب لقاه اختفى، مكانه بقى حيطة. فضل يلف في الشقة، كل أوضة أكبر من اللي قبلها، وكل ساعة يعدي في ممر يرجع لنفس المكان. بعد ساعات لقى ملف قديم فوق مكتب مكتوب عليه الملف رقم 17. ففتحه لقى صور لكل سكان العمارة ومن بينهم صورته، لكن الصورة متصورة من جوه الشقة قبل ما يدخلها بيوم. آخر صفحة كان مكتوب فيها تم اختيار الساكن الجديد. في اللحظة دي سمع خبط على الباب، فتح لقى نفسه واقف في العمارة والحيطة رجعت زي ما كانت. افتكر ان كل اللي حصل كان كابوس. طلع شقته، مراته قالت له انت كنت فين؟ قال لها جبت ساعة. بصت له بخوف وقالت انت مختفي بقالك 5 سنين. رجع يجري يدور على العمارة، لكن العمارة كلها كانت مهدودة من سنين. والغريب ان في ارشيف المحافظة مفيش اي سجل ان العمارة دي كانت موجودة اصلا. اما الملف رقم 17 فاتقفل من جديد واتكتب عليه جملة واحدة: ما تدورش عن الشقة رقم 11 لانها هي اللي بتدور عليك. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام.